خلص الشوط الثالث والرابع بعد 120 دقيقه من حرقه الدم، وهنخش على ضربات الجزاء. اول شوطه ديمبلي، انا اعصابي بايظه، اعصابي بايظه. يا رب يا ديمبلي ما تفوقش علينا. ها ديمبلي، ايه يا دياجو كوستا، ما انت كنت بتصد والدنيا ماشيه معاك تمام. بدايه مش مبشره خالص. بيقول لك اللي بيبدا الاول وبيجيب جول هو اللي بيكسب. تفتكر خلاص كده دي نهايه البرتغال؟ دي نهايه رحله البرتغال من ربع النهائي. كريستيانو رونالدو، كريستيانو اللي هيشوط، كريستيانو اللي هيشوط. كريستيانو لو ضيع خلاص، خلاص كده البرتغال خرجت. وعادي ممكن تخرج لو جاب جول، بس يعني بتبقى الشوطه بتاعته هي اهم واحده. ها رونالدو رونالدو رونالدو، جول! زي الشوطه بالظبط اللي جابها في سلوفينيا، نفس التكنيك ونفس الاداء ونفس الحته. شخصيه يا جدعان. طيب رونالدو عامل اللي عليه، دياجو كوستا بقى صد واحده بقى، صد واحده بقى. حرقه دم وحرقه اعصاب يا جدعان. بتفرج على اي ماتش بيبقى عادي، باجي عند البرتغال وخلاص، خلاص بحس ان انا مش عارف اخد نفسي. مين ده؟ ترام؟ فوفانا؟ يلا يا كوستا، يلا يا كوستا، واحده من بتوعك بقى يا كوستا، واحده من بتوعك. ماشي ماشي يعني، لسه بس البرتغال تجيب الجايه دي وايه يعني، نرجع لنقطه الصفر تاني. اهم حاجه البرتغال ما تضيعش، اهم حاجه احنا ما نضيعش، اهم حاجه احنا ما نضيعش. طالما احنا ما بنضيعش فاحنا تمام. برناردو سيلفا، برناردو سيلفا، ماشي. ها برناردو، ها برناردو. ده يعني مبابي مش معاهم، البرنس اللي بيعرف يشوط فيهم مش معاهم، والله عيب. ها يا برناردو، ها يا برناردو، والنبي اهي، حلوه حلوه حلوه. كده كده احنا تمام، رجعنا نقطة صفر تاني. حلوه حلوه. ها يلا، واحدة بقى تتصد، واحدة بس يا دياجو كوستا، واحدة بس، واحدة اديني أفضلية. حلوة 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 يا برناردو، حلوة. كريستيانو فرحان، إذا أنا فرحان. يلا، مين اللي هيشوط؟ كوندي، كوندي هيشوط. واحدة طيب، يعني جيبها في العارضة، طلعها بره، صدها يا كوستا، أي حاجة. شوطها على طريقة ميسي بانيجا وطلعها. ها ياه، بأمانة شاطها حلو قوي، شاطها حلو قوي. طب ايه، يا رب ما تكونش اول واحده تضيع مننا احنا، يا رب تكون اول واحده مش اللي هتضيع من البرتغال، يا رب ما تكونش البرتغال هو اللي هيضيع. مين اللي هيشوط؟ برونو فرنانديز طلع. مين بقى؟ ما تقوليش بس جواو فيليكس، يا رب ما يكونش جواو فيليكس. هو جواو فيليكس؟ لا، هو جواو فيليكس. لا لا لا، ما بيعرفش يشوط، ما بيعرفش يشوط، ما بيعرفش يشوط، ما بيعرفش يشوط، ما بيعرفش يشوط جواو فيليكس، ما بيعرفش. ما بيعرفش، ما بيعرفش، ما بيعرفش. ده انا مش مدرب البرتغال وعارف ان هو ما بيعرفش، مخليه شوطها ليه؟ ما بيعرفش. اي حد معدي في الشارع جواو فيليكس ما بيعرفش يشوط. بني ادم ملوش اي لازمه في الدنيا، والله ما ليه اي لازمه في الدنيا جواو فيليكس ده.
من الواضح كده ان انتهت رحله البرتغال 3-2. مين اللي هيشوط؟ باركولا. ماشي، يا رب يكون ما بيعرفش يشوط باركولا، يا رب يا دياجو كوستا تعمل اي حاجه. دي لو جت يعني بنسبه 90% خلاص البرتغال خرجت. ها انا مش هبص. والجون جابها. طيب يعني مفيش حل تاني غير ان البرتغال لازم تجيب دي وتصد الخمسه، اللي هو عمليه شبه انتحاريه يعني. خلاص كده طلعنا من المنتخب الفرنسا اللي هو ما جابش ولا جول من اول البطوله، جول ضربه جزاء وجولين الفرقه الثانيه بتجيبهم في نفسهم، وفي الاخر يجوا يكسبوا البرتغال. طب هتجيبها جون طب ولا ايه؟ هل تبقينا في الحياه؟ ماشي، حلوه. لازم تتصد، لازم تتصد. لو جت جون خلاص. طب ما انت عندك ناس بتعرف تشوط اهو. جو فيليكس ايه اللي بتخليه يشوط؟ مين اللي هيشوط طبعا؟ دي فرنسا. مين اللي هيشوط؟ مين؟ سيو هرنانديز اللي هيشوط. طب ايه يعني ان خلينا كلنا ثقه. هتضيع. استنى شويه يا كيليان عشان هتضيع. يلا يا كوستا بتاعتك. هتضيع. والله بجد البرتغال دي اكتر فريق حظه وحش في الدنيا، بجد والله. يستحق افضل من كده بكتير، بجد والله. رونالدو عمل كل اللي عليه، بجد والله. رونالدو مفيش حاجه كان يقدر يعملها ما عملهاش. يعني البرتغال ما كانتش موجوده اصلا على الخريطه قبله. فداك والله يا رونالدو، والله العظيم فداك الدنيا دي كلها، مش فداك اليورو بس. مش مكتوب لنا نفرح مع البرتغال ابدا يعني، بجد. ده اللي انت عملته مع البرتغال يا كريستيانو 2016 ده كان معجزه. بيلعب معاه نجوم العالم، مفيش فيهم واحد عارف يعمل حاجه. برونو فرنانديز ده يا جدعان، انا بجد والله حاسس ان هو الراجل اللي بصرم، عارفه؟ هو اول مره اشوف راجل بصرم، هو جو فيليكس. نفسي اشتم ونفسي اقل ادبي. يعني جوايا كميه كلام قليل ادب. ماشي. ما تدوس لايك وما تعملش سبسكرايب، مش فارقه. البرتغال خسرت وكريستيانو زعلان وانا زعلان. يلا نكمل يورو من غير البرتغال. ان شاء الله نقعد في كاس العالم بقى 2026. مع السلامه.